بالله عليكم، شو هالمواصفات والمعايير اللي عم نشوفها لرؤساء الدول في العالم وللسياسيين، ليس في لبنان فحسب بل بكل العالم؟ يعني الأمر مش مقتضي بس على طبقة من السياسيين الهشين والهزليين والتافهين والمرتهنين والخاضعين والتابعين، والذي لا يتمتعون بمواصفات رجالات دولة في لبنان بل في العالم أيضا. ومن يومين أو الأسبوع الماضي بيطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول أنه أنهى 8 حروب في في العالم، وتمكن من القضاء على النووي الإيراني، وكذلك حقق السلام في الشرق الأوسط بعد 3000 عام من الحروب والنزاعات. فشو هالمستوى من السياسيين الذين لا يتقنون إلا الكذب والخداع والدجل والنفاق والفساد، ولديهم يعني مواصفات دون المواصفات الإنسان العادي، مع احترامنا الإنسان العادي، لأن الإنسان العادي يدرك حدوده وإمكاناته، ولا يحاول أن يبلغ مراكز يتحمل فيها مسؤولية الناس ومصير الناس وحاضر الناس ومستقبل الناس وأبنائهم. فهزلت، لقد بلغ السيل الزبا، ويبدو أن هذا العالم ذاهب باتجاه الفناء نتيجة تمكن هذه المواصفات من تلك الرجال في تحديد مصائر الناس. ويبدو أن العبث بلغ مراتب عالية، حيث لا عودة عن الحرب العالمية الثالثة. فنحن أمام استحقاقات خطيرة جدا نتيجة هذا النوع من البشر الذي لا يمت إلى الإنسانية بصلة، بل هم أقرب إلى الشياطين. أعاننا الله وإياكم على ما هو مخبأ في المستقبل القريب.